بسم الله الرحمن الرحیم. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في میل، ما شما میل میگیم، به انگلیسی مایل میگن. اون یک در کلمه انگلیسی چیز قوی از اون خاطر مایل میگن. این حال ما شما فارسی عادی میل میگیم. مثلا 1 میل 2 میل 93 چی میلیون فکر کنید 93 میلیون میل از زمین چی داره؟ فاصله داره. اگر یک کمک درجه حرارت اینمیل 50 شوه کل ما و شما نفس ما میبراید. اگر 55 شوه خود دیگه زندگی کردن نمیتونیم، وضعیت ما خراب میشه. در روز قیامت اینمی آفتابه که 93 میلیون میل دور است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اینمی آفتاب به اندازه 1 میل به فرق انسان نزدیک میشه. 1 میل صحیح شد نه؟ از 93 میلیون میگه چقدر؟ 1 میل. مغزا جوش میخوره. اما خالق متعال ذات رحمان رحیم است. کسایی که باز با الله هست، الله باز اونا را چی میکنه؟ الله باز اونا را از اینمی درجه حرارت چی میکنه؟ یکی از درجه حرارت که حفظ میکنه چی هست؟ میگه و رجلان تحابا فی‌الله. دو مرد که چی داشته باشن؟ دو شخصی که یکی دیگه خدا به خاطر چی دوست داشته باشن؟ به خاطر الله. به خاطر پیسه‌داریش نه، به خاطر چهرهش نه، به خاطر جوانیش نه، به خاطر چوکیش نه، به خاطر چی؟ رضایت الله. بازیا زیر سایه چی می باشن؟ عرش الله. از این خاطر کسی را که دوست می داشته باشین به خاطر الله باید دوره چی کنی؟ باید دوره بگویی که من تو را احبک فی الله. برش بگویی که من تو را چی بگوییم؟ بگوییم احبک بگوین. ای شاگرد ماشاءالله خوب شاگرد هستیم. احبک بگوین احبک دوست دارم فی الله. یعنی تو رو به دوست دارم به خاطر چی؟ به خاطر الله. و جانب مقابل برش بگوی احبک الذی احببتنی فی. به خاطر اون ذاتی که مرا دوست داری امون ذات تو را دوست داشته باشه. احبک الذی بگوین احبک الذی احببتنی فی. این اگر عربی گفتن نتونید فارسی هم بگین. سیست نه انشالله. این یک طایفه باز از زیر تنها دیگه سایه نیست. این روز تنها سایه عرش الله هست. یوم لا ظل الا ظله. پس اونجا این 7 طایفه مردم می باشه. یک طایفه‌اش است که مثلا من مثالش براتون گفتم که دو شخصی که یکی دیگه خود به خاطر چی دوست می داشته باشه؟ به خاطر ذات. این میل بخیزین کل تارم تو بغل کشی کنین. بگوین تتطلع لغير السماء ولا تتطلع لغير السماء. فلسنا بطير مهيض الجناح ولن نستذل ولن نستباح. وإني لأسمع صوت الدماء قويا ينادي الكفاح الكفاح، قويا ينادي الكفاح الكفاح. أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد، وسيروا بها نحو مجد تليد. أخي إن مت نلقى أحبابنا
فروضات ربي أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، فأطلق لروحك إشراقها. ترى الفجر يرموقنا من بعيد، ترى الفجر يرموقنا من بعيد. أخي قد سرت من يديك الدماء، أبت أن تشلى بقيد الإماء. سترفع قربانها للسماء مخضبة بوسام الخلود، مخضبة بوسام الخلود. أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عن كاهليك السلاح؟ فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد، ويرفع راياتها من جديد. أخي إنني اليوم صلب المراس، أدك صخور الجبال الرواسي. غدا سأشيح بفأس الخلاص رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد، رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد. سأثأر لكن لرب ودين، وأمضي على سنتي في يقين. فإما إلى النصر فوق الأنام، وإما إلى الله في الخالدين، وإما إلى الله في الخالدين. أخي إنني ما سئمت الكفاح، ولا أنا ألقيت عني السلاح. فإن أنا مت فإني شهيد، وأنت ستمضي بنصر مجيد، وأنت ستمضي بنصر مجيد. وإني على ثقة من طريقي إلى الله رب السنا والشروق. فإن عافني السوق أو عاقني فإني أمين لعهد الوثيق، فإني أمين لعهد الوثيق. أخي فامض لا تلتفت للوراء، طريقك قد خضبته الدماء. ولا تلتفت ها هنا أو هناك، ولا تتطلع لغير السماء، ولا تتطلع لغير السماء. فلسنا بطير مهيض الجناح، ولن نستذل ولن نستباح. وإني لأسمع صوت الدماء،
قويا ينادي الكفاح الكفاح، قويا ينادي الكفاح الكفاح. أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع، فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد، وسيروا بها نحو مجد تليد. أخي إن مت نلقى أحبابنا، فروضات ربي أعدت لنا، وأطيارها رفرفت حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود، فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما، فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما، فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. أخي ستبيد جيوش الظلام، ويشرق في الكون فجر جديد، فأطلق لروحي